الله يبارك لسامح حسين، عمل اللي محدش عمله، وبداية لنهوض الفنانين وراء هذا العملاق الصغير. الفنانة أمال رمزي بدأت في الأعمال الجديدة، الأعمال التوعوية اللي هنرجع بها للدراما بتاعة زمان الهادفة. عارفين مين هي أمال رمزي؟ انا اتبهدلت البهدله دي وربنا لا يكون فتحها قدام اهلك يا ضيف. الحقيقه يا خالتي، الحقيقه يا مبين. بتموتي يا بنت الرب، بتموتي وفيلم فتوة الناس الغلابة مع فريد شوقي اللي كان بيناقش قضية الكتب، والناس ما بقتش تقرأ ولا بقت تتثقف وانتشر الجهل. الكور بتاع الديسكو. هنعمل هنا الديسكو هايل تاني للأصفهاني. وفيلم الحقيبة السوداء وأعمال كتير جدا كنا بنتفرج عليها زمان وكنا بنستفاد منها. هنرجع كل دوت مع الفنانة الكبيرة أمال رمزي في أحدث الأعمال الدرامية اللي هتبقى موجودة على الشاشات وعلى جميع التواصل الاجتماعي. وكمان عودة قوية للفنانة أسرار الجمال وأعمالها اللي على المسرح اللي زي العسل. شمس تهيم في الغيوم، هي النجاة من طريق النار ودواء القلوب، هي السبيل لمن يطيع، كنز لا يفنى لا يضيع، فيها الرجاء فيها الهدى فيها الإيمان والخشوع. لمن لا يعرف أسرار الجمال، أسرار الجمال اشتركت في أعمال درامية كتيرة، منها مسلسل الباشا وحق مشروع وقلبي دليلي. هتظهر معانا برضك في الأعمال القوية اللي هنشوفها على جميع منصات التواصل الاجتماعي.